عاملين ايه يا حبايبي؟ كنا بنجيب حاجات النهارده اعدلي ده عشان مش جاي. واتبهدلنا. جو الدنيا زحمه، اه عربيات، هوريكم المشتريات. مواصلات، ناس كتير قابلتنا النهارده وسلمت علينا. عرفوني من موسى ازاي؟ مش عارفه، كنت لابسه النضاره. انا بحاول عرفوني من استخبى موسى عشان بتكسف والجو حر قوي النهارده. لقيتهم مركزين كده، حد بيعمل كده. ايمان اللي لقيتها ما خدتش بالي، حد بيعمل كده ماما تحت النضاره. وقفوني ما وقفوني. فقالوا لنا انا عرفناكم من موسى، سلمنا عليهم ومشينا وجبنا بقى الحاجات بتاعتنا الناقصه في البيت. زيتون الناقص. بصوا هعمل لكم الفيديو ده اللي هينزل الحاجات بتاعت المطبخ والحاجات اللي جبناها، لان الفيديو عشان ما يطولش، وهنوريكم الحاجات اللي احنا اشتريناها. بحب ريحته قوي. اشتريناها وهدوم العيد برضو. انا بصراحه ما جبتش النهارده حاجه، لان انا ما جبتش حاجه لان لقيت ما لقيناش ستايلات عاجبنا. كل الستايلات تحس ان هي جواكت جينز، مثلا بنطلون جينز وجاكيت جينز. الستايل ده قديم قوي، ما ينفعش طفل او طفله تلبس الحاجات دي. تحس ان هي تقيله قوي. واحنا مش عايزين لبس ولا شتوي ولا خريفي، احنا عايزين حاجات صيفي. واحنا بقى ايه، احنا كنا جايبين لهم من ال سي وديفاكتو الحاجات بتاعت اللي احنا جبناهم معاكم للبيت. مضطره ان احنا ايه، هي دي اللي هتطلع للهدوم الصيف، الحاجات الجديده. وهوريكم برضو الحاجات اللي احنا جايبين لهم. المهم الزيت. حطي بقى حطي شويه ميه. بس عشان هو ينزل بقى ايه. بصوا جبنا الجبنه دي بنحبها لافاش كريم، وبنحب كيري. ماما ده في ايه؟ وماما كمان بتحبها. انتي ما قفلتهاش لما خدتي واحده منها. ما صدر عشان امي بتحبها قوي، واحنا صغننين بتجيبها لنا كيري دي اهي. هرجع واقول لكم تاني احنا ليه بنحط زيت زيتون وميه في الزيتون، عشان يحافظ عليه وفي نفس الوقت بيخرج الملوحه الزياده، الملح الزياده. معلش يا مريم انت بتاخدي مني الفلتر، رجعي كده شويه. انا عندي زيتون اصلا لسه في الثلاجه، كنت رايحه عشان اجيب خيار ولا ايه. دي حاجات بقى ايه؟ انا فرحانه قوي بده، خلي ماما تجيب لي عايزه عجوه. اجربها. انا فرحانه قوي بده يا بنات. بصوا بقى ده ايه؟ ده سابليه جاهز. يعني هو ده في محل اصلا احنا رحناه في وسط البلد، ده الدقيق وفيه جواه كل حاجه، خلطه جاهزه للسابليه اهو. هي فيها كل حاجه، فيها يعني ايه ده هيتحط عليه بس الزبده ولا احط الحشوه ولا يا بنتي؟ في كل حاجه. هو فيه دقيق، قمح وسكر وكل حاجه. يعني انت هتحطي بس الزبده بس، زبده بس اللي هتحطيه فيها. قولوا المحل ده احنا اول مره نجربه، بس محل مشهور. يعني هو جاهز فيه كل حاجه، فيه كل حاجه، انت هتحطي بس. هنحط ايه مش عارفه كام جرام اللي هي الفانيليا السايله والزبده بس. اهي ايوه اهي، بس مش مكتوب هنا بصي بقى هنا اللي هيتحط الزبده بس. هنا مكتوب فانيليا سايله، مش مكتوبه ان هي هنا. لا دي المقادير يا مريم الموجوده فيه، انت بس هتحطي الزبده، بس الزبده بس، حطي الزبده بس، هو في كل حاجه. فين يا ايمان؟ فين فانيليا؟ هو جواه فانيليا يعني بره؟ كل حاجه جواه. بصوا جبت المعمول عشان انا بموت في المعمول. وكان عندهم كمان حاجات للكحك معموله دقيق جاهز، انت تحطي بس الزبده يا اللبن او الميه، اللي في ناس بتعجنه باللبن او الميه، وفي بيتفور. كل حاجه جايه جاهزه جواها ريحه الكحك والحاجه جواها، يعني جواها المقادير بتاعتها. انت هتعملي معايا، فيا ريت نجربه ويبقى حلو عشان نجيب الحاجات دي تبقى جاهزه من غير ما نتعب. يعني انا 15 جنيه بتاعت الكحك. معمول كحك او معمول؟ لا يا حبيبتي عشان الكحك ده هو مكتوب عليه ايه ده؟ في ايه؟ خلعتيها يا مريم ادفعي 15 جنيه. ده يا حبيبتي ده بتاع معمول. عادي. انا فرحانه قوي بالمعمول، الصابليه ماليش فيه قوي، بس جايبه عشان صدره. والله العظيم بتاع الكحك او اي حاجه تانية. ماشي هاتي عشان بصوا بقى جبنا ايه. المحل ده بيعمل كل حاجه فريش. جبنا ده كحك بالجبنه، ريحته جميله، ما هو مشهور المحل ده. وجبنا ايه تاني؟
هنحطهم في بوكسات صح؟ افتحهم يعني معاهم؟ استنوا انا بصوا جبنه دي انا هجربها قبل ما مريم تفتح ده احطها انا في البوكس بس انا مش بدوق. هينفع اكل عشان هفضل عليك. انا هدوق انا واقول لك لو حلوه اقول. استيرا. هحطهم في العلبتين دول. بس هي الحاجه تحفه وطريه. دي حاجه تحفه الواحده 15 جنيه. حلوة. ضبطيه يا مريم. بس حلو. ريحة المحل اصلا بتشدك من بعيد ان انت عايزة تروحي صايمين بس ريحة المحل حلوة قوي قوي قوي. بصوا بقى. مية مية. خدي. هاتي يا أمية. ده ب 395 عشان انا مش فاكره عارفة ده. ليه. الحقيقة ما عجبش صدره. عايز تحط في التلاجة أيوة. عشان الجو حر. ايه؟ وحش؟ انتي اللي اخترتيه. بالنوتيلا والنوتيلا محطوط فيها مكسرات بندق. طعم الكحك نفسه حلو. مش مهم نوتيلا لان انا بحب نوتيلا. دي بالبندق. كلكم بتتريقوا على الاندومي اللي انا عملته على الفطار. مش وقت يا مريم خلصت الفيديو. على فكره بقى بيبي يا بيبي يا بيبي. بقول لهم انا نفسي راحت له عشان كده عملته. وحياتك وهو موجود بحاله ما كلناش الاندومي. احنا اكلتنا ضعيفه قوي يعني احنا بنروح الجيم نموت نفسنا وبنخس وبنرجع والعضلاتنا بتوجعنا. عايزه اقول لكم ده قبل ما الفيديو مده الفيديو تخلص. هصور لكم بعد ده على طول الفيديو التاني اللي هو بقيه المشتريات. انا هحطها فرتك بكره على المحلات. انت جايبه ده بالمربى ريحته حلوه ده. ما جبتيش الكبيره ليه؟ الكبيره الواحده ب 20 جنيه لما ده ب 395. الواحده التانيه واحده بس ب 20 جنيه فهجيب قد ايه يعني؟ بس كان شكلها مغري. اجيب 5. هي شكلها مغري بس اجيب 5 عشان حضرتك تبقي مبسوطه. انت تحسي ان المحل ده من العصر الحجري فاهمه؟ هو قديم قوي. ستايل قديم قوي. احنا عامه بنحب الحاجات دي تبقى اصلا موجوده في البيت. حتى لما بيجي العيد لما بنروح مثلا اتوال نجيب. ما لسه هنخربها على العيد. نجيب مش العيد بنروح الجيم هنرجع تاني نضرب. بنجيب مثلا بنروح مثلا اتوال بنجيب العلبه بتاعت الكحك انتوا فاكرين وتخلص قبل العيد. وبعدين انتوا فاكرين ان احنا بنجيب بس علبه واحده. ده انتوا ممكن تلاقوا مثلا ايه لمده 6 شهور تلاقوا جميع انواع الكحك والبتيفور عندنا. يعني احنا بنجيب كذا كميه بحيث ان هي تفضل موجوده عندنا. احنا بنحب الحاجات بتاعت الكحك والبتيفور. يعني جوزي ما كانش بيحب الحلويات بس كان بياكل معايا. هيعمل ايه؟ انا جبريه انا ياكل جوزي معايا. بقى لما كان يبقى ليه كيف. بس كده استنوا بقى الفيديو بتاعنا. احنا بناكل الحلويات قبل ما يجي العيد يعني. هصور لكم برضو الفيديو احنا هنفطر ايه. انا عامله اوردر هاكل من بره بصراحه. فهصور لكم فيديو مشتريات بعد ده. يلا الى اللقاء اشوفكم في الحلقه القادمه من مطبخ